مشاهدينا في كل مكان، أسعدتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. إرشادات مهنية للمزارعين في مديرية صنعاء في الإقليم الجنوبي. بحث كفاءة التعليم في مديرية جندة إقليم شمال البحر الأحمر. منتسبو الدفاع الأولى يتبرعون الدم في الإقليم الأوسط. اتفاق باكستاني أفغاني بالدوحة على وقف فوري لإطلاق النار. كولومبيا تتهم واشنطن بخرق سيادتها وتصاعد التوتر في الكاريبي. وهجمات إلكترونية أمريكية على مؤسسات صينية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدمت دعوة للمزارعين في مديرية صنعاء لمراقبة مزارعهم التي وصلت إلى مرحلة مبشرة حتى يتم حصادها. وأوضح خبير تنمية البذور الشاب عقبة مبرهتم أن موسم الصيف لهذا العام ترافق مع هطول أمطار جيد متوزعة بشكل جيد على المناطق الزراعية بدءا من أواخر شهر يونيو، وأن المزارع والمنتجات توجد في وضع جيد. وأضاف أنه تم زراعة 11 نوعا من البذور على حوالي 11,500 هكتار من الأراضي الزراعية، وأن 80% منها زرعت بالحبوب، وما تبقى زرع بالنباتات الزيتية التي شارفت على مرحلة الإنتاج والحصاد في معظم المناطق. وذكر أن معدل هطول الأمطار وصل إلى 975 ملم خلال شهرين سجلها محطات الإرصاد الجوية، خاصة الأمطار التي هطلت في مدينة صنعاء ودواحيها في النصف الأول من شهر أغسطس أشارت إلى أعلى المعدلات بتسجيلها أكثر من 120 ملم. وما يخص كمية الأمطار التي هطلت، أكد أنها لم تتسبب في أضرار مذكورة بالرغم من تسببها بظواهر تأخر النمو في مديريات أخرى. وأشار المزارعون بدورهم إلى أن الخدمات التي قدمتها مؤسسات الغلال والمواشي بتوفير الجرارات في بداية الموسم الزراعي بأسعار رمزية ساهمت في سير عملية الحرث وزراعة المزارع بفعالية، والتي بدورها أثمرت بحالة مبشرة للمزارع. وذكر المزارعين في الختام باتباع أساليب الزراعة المتناسقة حفاظا على جودة البذور. عقد مكتب التعليم في مديرية جندة اجتماعا للمعلمين وممثلي الشعب يوم 11 من أكتوبر، وذلك لضمان كفاءة التعليم. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ سليمان محمود أن الأخلاقيات المهنية ووعي المعلمين أمران أساسيان لضمان جودة التعليم بشكل عام ولإعداد الطلاب المؤهلين بشكل خاص. وقال إن على الآباء واجب توجيه أبنائهم حتى ينشأوا على الانضباط ويتحلون بقيم مجتمعهم، مؤكدا على العمل في تعزيز قدرات المعلمين وحل التحديات. وطالب المشاركون إلى العمل الجاد لتحسين أداء الطلبة في الامتحانات الوطنية وإيجاد حلول لمشكلة نقص الكتب في المرحلة المتوسطة، والاهتمام بمشكلة نقص المياه في المدارس، والرقابة الجادة من قبل المشرفين، ووضع حوافز ومكافآت للطلبة المتميزين، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المدرسية جيدا. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية جندة السيد يحيش قبر سلاسي في ختام الاجتماع المعلمين دعاهم إلى لعب دور رائد لجعل الطلاب ناجحين ومثاليين، مؤكدا على أن إدارة المديرية على استعداد لحل النواقص. عقد مكتب الزراعة في مديرية دق سيمينارا يوم 14 من أكتوبر بالتعاون مع قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم الكاشبركة حول إدارة الموارد الطبيعية. ودعا مسؤول مكتب الزراعة السيد تدروس قبر مريم المزارعين بشكل عام وأصحاب البساتين بشكل خاص، دعاهم من الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية بما في ذلك التربة والمياه وحمايتها من التلوث والدمار.
من جانبه شرح مسؤول وحدة مراقبة الموارد الطبيعية في إقليم القاشبركة السيد حقوس جيلاي وخبير مراقبة الموارد الطبيعية الشاب في السهازر أبروخ حول إدارة الموارد الطبيعية وتأثيرات التربة والمياه المالحة على الزراعة المروية، ونصح بتجنب الأساليب التي تقلل من محتوى التربة والتركيز على الحفاظ على التربة والمياه، وتجنب إزالة الغابات وممارسة تناوب البذور، وتجنب استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية الكيميائية. وقال مسؤول قسم خدمات الرقابة الإقليمية السيد حقوس قبر مريم أن زيادة وعي المزارعين بشأن إدارة الموارد الطبيعية والاستفادة منها يعد أولوية مع تطوير أساليب الزراعة الآمنة التي تعطي الأولوية للسلامة البيئية. ودعا مديرية دقة السيد همد إلى الخبراء إلى الدفع في الأنشطة التوعية لدورها في تحسين أوجه القصور الحالية في إدارة الموارد الطبيعية وطرق الزراعة المروية لضمان بيئة آمنة ومنتجات صحية. قام أعضاء الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى بالتبرع ب43 وحدة دم اليوم 19 من أكتوبر. وأفاد منسق البرنامج السيد دانيال الكفلاي أن الجمعية تقوم بالتبرع للمرة السابعة بشكل جماعي، مشيرا إلى أن التبرع هو عمل إنساني لا يتطلب المناشدة، وأنهم مستمرون في التبرع بشكل دوري. وأشادت موظفة بنك الدم الوطني الممرضة المساعدة شويت هبتاي المبادرات الطوعية تلك الجمعية والفردية داعية العامة للانخراط فيها. وتعاهد المتبرعون بالتبرع الدوري لإنقاذ الأرواح التي لا بديل لها بدم متجدد. نظم مكتب الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية ل61 عامل في تقنية المعلومات والإدارة لمدة 6 أشهر في مركز التدريب المهني للعمال في مصوع. وأوضح مسؤول المكتب السيد تسفى مريم تسفى ميكائيل في مراسم التخريج يوم 16 من أكتوبر، أوضح أن الكونفدرالية تنظم دورات تدريبية من وقت لآخر لتعزيز القدرات المهنية للعمال. وأكد المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أمين كتم على أهمية التدريب المهني في التنفيذ الفعال للبرنامج المخطط له، موضحا بأن إدارة الإقليم ستقدم الدعم اللازم للدفع بالعمل التفاني أو المتفاني. استشهد المناضل بلاي أرأيا يوم أمس 18 من أكتوبر جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 68 عاما. والتحق المناضل بلاي بصفوف جبهة تحرير إريتريا في عام 1975، ثم انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في شهر يوليو من العام 1977، وناضل ضمن الوحدات القتالية والشؤون الاجتماعية بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل بلاي أرأيا رب أسرة وأب ل4 أبناء، ووري جثمانه الثرى ظهر اليوم 19 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل بلاي أرأيا تسفو، وتعزي زويه ورفاق المناضلين وزملائه. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء الداخلية، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اتفقت باكستان وأفغانستان في جولة مفاوضات عقدت في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطر وتركيا على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تعني بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين. كما توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف ضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية. وفي الجانب الباكستاني قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان.
وفي الجانب الأفغاني أعلن المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن المفاوضات التي جرت في الدوحة بين وفدي أفغانستان وباكستان انتهت بتوقيع اتفاق ثنائي. أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن الولايات المتحدة انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صيادا في منطقة البحر الكاريبي، في حين أعلنت واشنطن أنها ستعيد ناجيين 2 من غارة أمريكية على غواصة لتهريب المخدرات في الكاريبي. وقال الرئيس الكولومبي على منصة إكس: ارتكب موظفون في الحكومة الأمريكية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الناجين من الهجوم على سفينة تهريب المخدرات المزعومة ستتم إعادتهما إلى الإكوادور وكولومبيا. وكانت الضربة التي أعلنها ترامب الأحدث في حملة عسكرية أمريكية غير مسبوقة. يقول الرئيس الأمريكي إنها تهدف إلى وقف تدفق المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة. واستهدفت الضربات الأمريكية في منطقة الكاريبي 6 سفن على الأقل، معظمها زوارق سريعة منذ سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وكاراكاس. وجهت الصين أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بشن هجوم إلكتروني على المركز الوطني للتوقيت بالبلاد وسرقة بياناته، قائلة إن من شأن أي اختراق على نطاق واسع أن يؤدي إلى تعطيل شبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء والتوقيت الدولي. وقالت وزارة الأمن القومي الصينية في بيان إن وكالة الأمن القومي الأمريكية شنت هجوما إلكترونيا على المركز الوطني للتوقيت على مدى فترة طويلة، حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. وكشف تحقيق الوزارة أيضا أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أنظمة الشبكة الداخلية للمركز، وحاولت مهاجمة نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة في عامي 2023 و2024. من المتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الجديدة التي أبرمتها المكسيك مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في فبراير 2026 بعد توقيعها خلال الأشهر المقبلة، وذلك حسب ما صرحت به رئيسة المكسيك كلوديا شينباو. وقالت الرئيسة المكسيكية أن الاتفاقية العالمية المحدثة التي تحل محل الاتفاقية العالمية بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك المبرمة في عام 2000 تتضمن تخفيضات في الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات، مما يعود بفوائد كبيرة على صادرات المكسيك إلى أوروبا، سواء من المنتجات الزراعية أو الصناعية. وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الاتفاقية المحدثة ستلغي فورا الرسوم الجمركية على 86% من السلع الزراعية المكسيكية، فيما سيتم إلغاء 10% أخرى على مدى 7 سنوات. جدير بالذكر أنه في عام 2024 بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك أكثر من 82 مليار يورو، مما يجعل الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وفقا لما ذكره المجلس الأوروبي. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إرشادات مهنية للمزارعين في صنعاء في الإقليم الجنوبي. بحث كفاءة التعليم في مديرية جندة إقليم شمال البحر الأحمر. منتسبو الدفعة الأولى يتبرعون الدم في الإقليم الأوسط. اتفاق باكستاني أفغاني بالدوحة على وقف فوري لإطلاق النار. كولومبيا تتهم واشنطن بخرق سيادتها وتصاعد التوتر في الكاريبي. وهجمات إلكترونية أمريكية على مؤسسات صينية.
سادتي سيداتي، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.